سيادة المشير أبو غزالة، كلنا نعلم أنه القوات المسلحة في كل الأوقات هي الحارس على الأمن القومي للبلد. يمكن كلمة الأمن القومي تكون غير واضحة بالنسبة للكثيرين، يعني عايزين نعرف مفهوم الأمن القومي. دايما في القديم كان لما يجي حد يتكلم عن الامن القومي كانه مثلا بيحط ايده على يعني حاجه محرمه، مع ان المفروض ان كل فرد في الشعب يفهم يعني ايه الامن القومي. كان مفهوم الامن القومي منصب على كلمه الامن العسكري، وتطورت الامور لان اصبح المجتمع ككل. انت عاوز ايه من الامن القومي؟ ما هو معنى الامن؟ انت عاوز البلد بتاعتك تعيش في امان، الشعب بيعيش في سعادة، احتياجاته مؤمنة إلى آخره. فأصبح مفهوم الأمن القومي أوسع وأشمل، وبدأ يتكون من الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، وفي الآخر بكامل الأمن العسكري. إذن الأمن القومي ده مفهوم شامل كبير بيشمل في داخليته الاقتصاد، السياسة، المجتمع، الحياة الداخلية، الأمن الداخلي، الأمن العسكري. فالمفهوم ده مفهوم واسع. عشان نحقق بقى الأمن القومي، ما هو الغرض من الأمن القومي؟ الغرض من الأمن القومي هو أن تؤمن بلدك ضد أي أخطار داخلية أو خارجية، وخلق أنسب الظروف لاستغلال الموارد المتاحة داخل بلدك لتحقيق الهدف الأسمى القومي لوطنك. مش بقى انك انت بس عشان تجيب قوة عسكرية عشان تحارب وتصد، لا ابدا. ده بقى ينزل الى مرتبة الامن العسكري. صحيح الامن العسكري بياخد اسبقية كبيرة داخل مفهوم الامن القومي، انما الامن القومي اشمل واكثر اتساعا، بيشمل الامن الاقتصادي. الامن الاقتصادي له شرح طويل، انما اهم ما فيه ان يكون في توازن بين الموارد والاحتياجات. الامن السياسي يكون فيه وحدة وطنية، يكون في هدف قومي، الشعب كله في وحدة مترابط مع بعضه، يكون الشعب مؤمن بالنظام السياسي القائم إلى آخره. ده بيعتبر الأمن السياسي. الأمن الاجتماعي، الشعب مترابط، الشعب وحدة وطنية. ويأتي الأمن العسكري اللي هو شغلتنا بقى، إن احنا عندنا القوة القادرة على الردع وتأمين سلامة مصر من أي عدوان وإلى آخره. ده موضوع ياخد وقت طويل.